حلقتنا عنوانها الخيمة السوداء والحمراء. معدن الرجال يظهر في الشدائد. فقدنا الأمل في إدارة الأهلي من زمن طويل، ولكننا واثقون جدا في اللاعبين الأحرار الشرفاء. لاعبو الأهلي الأحرار يقفون اليوم على المحك. هل هم جديرون بحب جمهورهم الذي ضحى بحياته من أجلهم؟ إذا كنتم جديرين فعلا، هيا إلى الميدان، أشرف الميادين. انصبوا الخيمة السوداء والحمراء في ميدان التحرير. انصبوا خيمة الفريق الأول للنادي الأهلي في ميدان التحرير. إنهم يريدون إلهاء الناس والمجتمع عن كارثتكم، وأنتم وحدكم وأنتم فقط قادرون على إعلائها وإشعالها. اجعلوا خيمتكم هي العنوان الواجب والحتمي لإقامة 30 لاعبا ومدربا من فريق الأهلي لكرة القدم في الأيام المقبلة. هذا هو الخيار الأول وربما الأوحد ليحافظ لاعبو الأهلي وبجدية تامة على حقوق شهدائهم في القصاص العادل والعاجل، قبل أن تتلاشى القضية ويتضاءل الاهتمام وتتحول إلى ذكرى نبكي عند الحديث عنها. إذا لم يذهب لاعبو ومدربو الأهلي جميعا للإقامة اليومية الكاملة داخل أحد الخيام المصبوغة باللونين الأسود والأحمر في ميدان التحرير وبصفة دائمة وبلا انقطاع، لن تعود للشهداء حقوقهم. اللاعبون والمدربون عاشوا، والحمد لله أنهم عاشوا، لأنهم وجدوا جمهورا عظيما يضحي بعمره وحياته من أجلهم. ولا يوجد ما هو أقل من أن يرد لهم اللاعبون والمدربين الجميلة ببدء اعتصام مفتوح دائم في خيمة واحدة في ميدان التحرير اعتبارا من الغد، وأقول من الغد، إلى النجوم حسام غالي ووائل جمعة وشريف إكرامي وأحمد السيد ومحمد بركات ومحمد أبو تريكة وسيد معوض وعماد متعب وأحمد فتحي وحسام عاشور ومحمد شوقي وشريف عبد الفضيل وشهاب أحمد ومحمد ناجي جدو والسيد حمدي وعبد الله السعيد ووليد سليمان وأحمد شديد إناوي وأحمد عادل عبد المنعم ومحمد نجيب ورامي ربيعة ومن نسيتهم، ومعهم سيد عبد الحفيظ ومحمد يوسف وأحمد ناجي ومن نسيتهم، ومعهم محمود أبو السعود حارس مرمى المقاولون العرب والذي ترك الأهلي قبل أيام قليلة من المذبحة، ولكنه نال من هتافات وحب وجمهور الأهلي وهو يلعب ضدهم مع فريق المقاولون العرب ضد فريقهم، ما يكشف المعدن الحقيقي والإنسانية لهؤلاء الجماعة التي اختارها النظام السابق لقهرها، واختارها النظام الحالي لتصفيته. يا له من موقف خيالي من جمهور الأهلي مع محمود أبو السعود يعكس عظمة تلك المجموعة من البشر. كم أتمنى لو انضم لهم زملائهم السابقون شادي محمد وإسلام الشاطر ومحمد فضل والمعتز إينو وأحمد شكري وعفروتو ومحمد سمير وأمير عبد الحميد وعبد الحميد حسن إلى ميدان التحرير، إلى الخيمة السوداء الحمراء. أرجوكم يا لاعبين لا تستمعوا لإدارة النادي التي ينتمي كثيرون منها إلى النظام السابق ويدافعون عن مصالحهم ومواقعهم قبل بحثهم عن مكانة وهيبة النادي أو حقوق لاعبيه وجمهوره. من المؤكد أن قيامكم بتلك الخطوة الجبارة والعملاقة سيحرك بلدا بأكمله. لن تمر ساعات على وضع خيامكم السوداء والحمراء حتى تجاورها خيام أخرى، خيمة باللون الأبيض لنجوم ورجال الزمالك، بالأخضر الحقيقي النقي الطاهر للاتحاد السكندري بعد أن تلوث هذا اللون من قتلة بورسعيد بجريمتهم المروعة، وخيام أخرى صفراء للإسماعيلي وزرقاء للترسانة وغزل المحلة وسموحة، وخيام للفرق التابعة للقوات المسلحة والفرق التابعة لوزارة البترول، وكل الألوان لكل الأندية. سيكون ميدان التحرير آية في الوفاء من لاعبي الأهلي لجمهورهم الأسطوري الذي تغنى بهم وغنى معلنا تضحيته بحياته من أجلهم. قال جمهور الأهلي في أغانيه: بإسماعيلية وبورسعيد حاربت عشانه مش بعيد. بإسماعيلية وبورسعيد حاربت عشانه مش بعيد. بإسماعيلية وبورسعيد حاربت عشانه مش بعيد. لماذا اختارت جماهير الأهلي مباراة المصري في بورسعيد للتعبير عن الأهوال التي يلاقونها ويواجهونها في رحلاتهم خارج القاهرة؟
هيا اسمعوا معي مجددا. نصر للعين عمري ما أكون بعيد، يوم أبطل أشجع هكون ميت أكيد. يوم نصر للعين عمري ما أكون بعيد، يوم أبطل أشجع. لماذا اختار جمهور الألتراس في أغنيته التي وزعت قبل شهور بين الملايين على شرائط CD، لماذا اختاروا كلمة حكون ميت أكيد؟ هل هناك في العالم وفاء وتضحيات أكثر من ذلك؟ جماهير الألتراس كتبوا وقالوا في أغانيهم في الCD: هم من طلبوا من الله عز وجل أن يأخذ أعمارهم، لأنها ستكون لنصرة النادي الأهلي. يا مسألة غير عادية، أعمارهم ستكون في أعظم وأحسن مكان بعيدا عن الدنيا الملوثة، باقون في أمانة الله وفي حفظه بعيدا عن حراس متآمرين يذبحوهم ويتركوهم للقتلة.